الدارك ويب اللي في الصورة ده يوسف شيطان بس سنه صغير، والقضية كلها تحس انها خليط بين الدارك ويب والشات جي بي تي والدراما، وتحس انك قدام لغز زي لعبة البازل، وان في قطعة من البازل دي ناقصة، ولو اكتملت الصورة هتوضح على الاخر، لانه مستحيل طفل عنده 14 سنة يعمل كل ده لوحده. والفكرة مش في الجريمة، الفكرة في اللي حصل قبلها واللي عمله بعدها، وكأنه كان بيتدرب على حاجة هيعملها بعد كده أبشع بكتير. وقبل ما نبدأ الهدف من الحلقة دي ان القضية تفضل رأي عام، سفاح تحت التمرين في القصة الكاملة. 2025 وتحديدا يوم 16 اكتوبر الساعة 8 الصبح في منطقة المحطة، واحد من عمال النظافة وهو بيكنس الشارع يقرب من عمارة مهجورة ومشهورة قوي هناك، والعمارة دي من كتر ما هي قديمة ومحدش بيروح فيها خالص اتحولت لمقلب زبالة، وللأسف عدد كبير من الأهالي كانوا بيرموا القمامة بتاعتهم هناك، وعمال النظافة متعودين كل فترة انهم يدخلوا العمارة دي علشان يشيلوا منها أكياس الزبالة اللي موجودة. بس العامل لما يدخل جوه يلفت انتباهه كيس اسود ملفوف ببلاستر وشكله غريب جدا، وكان واضح ان الكيس ده لسه جديد او مرمي بقاله مده قليله جدا. المهم الفضول اللي عند العامل ده خلاه يحاول يفتح الكيس ده علشان يشوف فيه ايه، وده لان كان حجم الكيس كبير وفي نفس الوقت كان تقيل قوي، فحاول يفتحه اكتر من مره ومعرفش، فرماه على الارض وبدا يحاول يفك الشريط اللي ملزوق على الكيس البلاستيك، ولما فكه اكتشف ان في ساق بشريه موجوده جوه الكيس. طبعا عامل النظافه ده يتخض من المنظر اللي شافه، وعمال النظافه زمايله يتلموا حواليه، وفي ساعتها يبلغوا رجال الامن، وبعد مده قليله يوصل رجال الامن على عنوان العماره المهجوره دي ويعملوا كردون امني حوالين العماره. واول ما يشوف رجال الامن الساق البشريه اللي موجوده في الكيس دي يلاحظوا انها لسه ما دخلتش في حاله تحلل، فواضح ان الجريمه دي حصلت بقالها يوم او يومين بالكتير. وهنا رجال الامن تبدا تفحص بلاغات التغيب اللي موجوده في المنطقه او في المناطق المحيطه منها، وفريق تاني من رجال الامن بدا يدور في اكتر من مكان على باقي اشلاء الجثه، ويستمر البحث لمده 48 ساعه، وبعدها يلاقوا مجموعه من الاشلاء خلف واحد من المراكز التجاريه الكبيره اللي موجوده هناك، ويلاقوا كمان بعض الاجزاء في مصرف مائي قريب من منطقه المحطه. يعني كده الاجزاء اللي لقوها رجال الامن هي الساق البشريه والراس والايدين. وبعد ما يتم تجميع الاشلاء دي وارسالها للطب الشرعي بيأكد انها جثه لطفل ما يتعداش عمره 13 سنه، وان الوفاه فعلا حصلت من حوالي يوم او يومين. بس الحاجه الغريبه واللي كانت ملحوظه قوي لرجال الامن ان الاشلاء البشريه اللي لقوها كانت ملفوفه في كيس بلاستيك وملفوف عليها شريط لاصق كبير، ده غير ان كان عليها استرتش نايلون. وكان الهدف من ده كله ان الشخص اللي عمل كده كان متخيل ان مفيش ريحه هتطلع ولا في اي اجزاء من الجثه دي ممكن تظهر للناس. بس الاسوأ انهم لقوا علامات بقلم فلوماستر موجوده في اماكن تقطيع الجثه، وده معناه ان الشخص اللي عمل كده كان واخد راحته على الاخر. يعني بعد ما ارتكب الجريمه قعد يخطط ويرسم ويحدد الاماكن اللي هيقطع منها وتصرف بكل هدوء. مستحيل يكون الشخص اللي عمل كده انسان طبيعي، وفي نفس الوقت الطريقه باين قوي ان فيها انتقام وغل مش طبيعي. ولما يدور رجال الامن على بلاغات التغيب اللي في المنطقه يلاحظوا ان في بلاغ بتغيب طفل عنده 13 سنه واسمه محمد، وساعتها يبلغوا اهله علشان يجوا المشرحه علشان احتمال يتعرفوا على اشلاء الجثه. في الوقت ده يوصل والد محمد بس ما يقدرش يدخل لجوه لان اخوه منعه من الدخول، واخوه اللي هو عم محمد هو اللي دخل المشرحه، وبعد وقت طويل قدر يتعرف على اشلاء الجثه واكد لرجال الامن ان هي دي جثه محمد. وساعتها كان الموضوع غريب جدا، ايه العداوه اللي بين طفل عنده 13 سنه وبين اي حد؟ ايه اللي يخلي شخص يعمل في طفل في السن ده كل ده؟ بس الوقت اللي والد محمد كان وصل فيه على اسم الشرطه قابل راجل كبير واقف تحت الاسم، والراجل ده سلم عليه وقال له انه ان شاء الله ربنا يطمنك على ابنك، لانه في اللحظه دي ما كانش والد محمد لسه عارف اللي حصل في ابنه. والراجل اللي كان واقف قدام اسم الشرطه وقابل والد محمد هنعرف هو مين كمان شويه. المهم لما يتاكد رجال الامن ان الاشلاء دي بتاعه الطفل محمد يبداوا يطلبوا من اهله انهم يهدوا ويحاولوا يدوهم كل المعلومات عن ابنهم علشان يوصلوا مين اللي عمل كده. وبنعرف ان المجني عليه اسمه محمد، طالب في تانية اعدادي، ولد طيب وهادي والوحيد لاهله، وعلشان كده كان واخد كل اهتمامهم وشبعان حنيه من امه وابوه، وعلشان كده اتربى في بيئه سويه. ومحمد كان محبوب جدا في المدرسه اللي هو فيها، واصحابه كلهم بيتكلموا عنه كويس قوي. والد ووالده محمد ناس محترمين جدا، وكانوا بيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يخلوا محمد يعيش كويس. ومن كتر خوفهم عليه كانت والدته بتنزل الصبح وهي رايحه الشغل بتاعها توصله لحد المدرسه، وبعد كده محمد يرجع يركب مواصلات ويروح على بيته. لحد ما نيجي يوم 14 اكتوبر محمد ينزل يروح الدرس بتاعه ووالدته قاعده في الشغل بتاعها طبيعي جدا، بس محمد يتاخر وما يرجعش على البيت.
والدته بعد شويه قلقت عليه جدا، فاتصلت على والده وقالت له ان محمد لحد اللحظه دي ما وصلش البيت وكمان تليفونه مقفول. وفضلوا لحد الساعه 5 يدوروا عليه في كل مكان لحد ما وصلوا للمكان اللي محمد بياخد فيه الدرس. وساعتها اصحابه قالوا لوالدته ولوالده ان محمد بعد ما خلص الدرس ركب مع واحد صاحبهم هم ما يعرفوهوش كويس وركب معاه مواصله واختفى. المشكله ان زمايله في المدرسه فعلا ما كانوش يعرفوا هو محمد ركب مع مين. المهم يطلع والد ووالده محمد على كل الاماكن اللي ممكن محمد يروحها بس فعلا ملوش اي اثر. وبعد كده يطلعوا على اسم الشرطه ويعملوا محضر بالتغيب، ويبدا رجال الامن في تتبع خط سير محمد لحد ما يشوفوه فعلا في كاميرات المراقبه ركب مع يوسف عربيه ميكروباص، وبعد كده اتحرك وخرج من المنطقه تماما. ويفضلوا عاملين تتبع لكاميرات المراقبه لحد ما يلاقوا محمد وصل للمنطقه اللي ساكن فيها يوسف ويطلع معاه البيت، ومن ساعتها ما نزلش. وتبدا التحريات الامنيه عن يوسف ده، ويعرف رجال الامن ان هو ووالده واخواته الاثنين قاعدين في المنطقه دي بقالهم 5 سنين، وان والدته منفصله عن والده بقالها 2 سنين. وبعد ما والدته انفصلت اتجوزت وقعدت في مكان بعيد لوحدها، يعني والدته ما تعرفش اي حاجه عنهم. وفي نفس الوقت والده شغال نجار وبينزل من الصبح بدري وبيرجع اخر اليوم بالليل. عيله مفككه تماما ومفيش اي حد بيزورهم. والجيران اللي في المنطقه قالوا ان يوسف شخص غريب جدا وطول الوقت قاعد لوحده، وان اخواته كانوا بينزلوا يلعبوا في الشارع بس ما لهمش علاقات باي حد. بس المشكله الكلام اللي قاله زمايل يوسف عليه في المدرسه، واللي هنقول الكلام ده بس كمان شويه. المهم نكمل التحريات اللي اتعملت عن يوسف. المهم يطلع رجال الامن على الشقه اللي قاعد فيها يوسف، ولما يخبطوا يفتح لهم وكان باين على وشه التوتر. فلما يسالوه عن محمد يقول لهم انه كان فعلا معاه بس بعد كده نزل ووصله لحد الموقف وركب وما يعرفش عنه حاجه، مع ان كاميرات المراقبه جايبه ان محمد اصلا ما نزلش من البيت. بس الغريبه ان الشهود اللي في المنطقه قالوا حاجات غريبه جدا. صاحب الصيدليه اللي موجوده في نفس المنطقه قال ان يوسف نزل اشترى من عنده جوانتيات طبيه واشترى من عنده لاصق طبي. وواحد تاني عنده محل فراخ قال انه شاف يوسف نازل وشايل كيس تقيل قوي، ولما سالوا عن الكيس ده قال له ان دي زباله موجوده. ولما لمح ان في جرح كبير في ايده قال له انه كان واقف مع الجزار اللي جنب بيتهم لانه كان بيذبح وكان بيساعده. الولد هادي جدا وبيرد بكل برود. المهم مع تتبع كاميرات المراقبه يلاحظ رجال الامن ان يوسف نزل اكتر من مره وكان شايل في ايده اكياس سودا. فلما يسالوه عن سبب نزوله كذا مره قال لهم دي كانت زباله موجوده في البيت وكان بينزل يتخلص منها. المهم يحس رجال الامن ان يوسف الطفل اللي واقف قدامهم ده بيكذب وبيقول كلام مش حقيقي، بس في نفس الوقت مستحيل يكون الطفل ده عمل في محمد حاجه. فيدخل مجموعه من رجال الامن وخبراء المعمل الجنائي للشقه بتاعت يوسف، ويلاحظوا ان الشقه نظيفه زياده عن اللزوم، حد كان عمال ينظفها بطريقه غريبه جدا. ده غير ان ريحه الكلور والمعطرات كانت واضحه قوي في الشقه، لحد ما يلاحظ واحد من خبراء المعمل الجنائي ان في بقعه دم واضح ان في حد كان بيحاول ينظفها بقاله فتره طويله، والبقعه دي موجوده على الملايه المفروشه على الكنبه اللي في الصاله. وكمان مع فحص الشقه كويس يلاقوا الكاب اللي كان لابسه محمد قبل اختفائه موجود في شقه يوسف. ومع جمع كل الادله وتفريغ كاميرات المراقبه يوسف يعترف لرجال الامن بكل حاجه. يوسف بدا كلامه لرجال الامن انه يعرف محمد من المدرسه وان علاقتهم ببعض مش قويه قوي، لكن كان بيتضايق منه جدا لانه كان باين ان والده ووالدته بيعاملوه كويس وبيجيبوا له كل اللي نفسه فيه. ده غير ان محمد كان بيتكلم عن والدته كويس قوي قدامه، وهنا يوسف كان بيحس انه كان بيعايره علشان والدته منفصله عن والده. والمعلومه اللي قالها هنا ان والدته اتجوزت عمه، ومن ساعه ما ده حصل والده بقى عايش في حاله نفسيه وحشه وبقى عصبي جدا معاهم وبيضربهم كتير، وما كانش بيصرف على يوسف ولا على اخواته. وعلشان كده يوسف كان بيتحمل مسؤوليه نفسه، وكان الحل الوحيد علشان يعرف يجيب فلوس ويصرف على نفسه هو انه يسرق الناس. ويوسف في الوقت ده كان بيعمل اي حاجه يقدر يجيب منها فلوس، لدرجه انه طول الوقت كان بيفرج زمايله في المدرسه على العاب كان محملها على التليفون بتاعه. لما بيلعب الالعاب دي بيكسب منها فلوس كتير، والالعاب دي كان الشرط فيها ان اللي بيلعب يرتكب اعمال عنف، سواء يقتل او يقطع او يعمل اي حاجه، بس المهم انه بيكسب منها فلوس كتير. وانه عرض على زمايله في المدرسه انهم يمثلوا مع بعض مشاهد دراميه من النوع ده علشان يقدر يكسب فلوس. وفي نفس الوقت يوسف اللي مش معاه فلوس بدا يقول لهم انه بيكسب 2000 جنيه واكتر من الالعاب دي. المهم نرجع لموضوع السرقه. قبل الحادثه بتاعت محمد دي بحوالي 3 شهور محمد كان خارج هو ويوسف ومعاهم ناس زمايلهم، وفي اليوم ده محمد كان لسه شاري تليفون جديد. وبعد ما خلص يومه محمد يكتشف ان التليفون بتاعه مش موجود، فساعتها طلب من واحد من اصحاب المحلات اللي في المنطقه ان يوري له كاميرات المراقبه. فاكتشف انه وهو قاعد يوسف دخل يسلم عليه وبطريقه ذكيه جدا سرق منه التليفون ده واختفى. وساعتها يوسف بعد ما سرق التليفون قال لاصحابه انه لازم يتحرك بسرعه علشان يجيب اكل لاخواته في البيت. المهم محمد لما يكتشف ان اللي سرق التليفون بتاعه ده هو يوسف جات له صدمه كبيره، فيقرر انه لما يقابل يوسف بعد كده يعرفه انه شافه وهو بيسرقه ويهدده انه هيعمل فيه محضر، وانه هيبلغ والده ويطلب منه انه يجيب له التليفون بتاعه. بس يوسف صدمه باللي قاله. يوسف في اليوم ده ما كانش عارف يرد على محمد قدام الناس ويقول له ايه. والمشكله انه لما سرق منه التليفون راح لمحل جنب بيته وعرض عليه التليفون وباعه ب 600 جنيه، والتليفون
اصلا قيمته اكتر من 5000 جنيه. وهنا صاحب المحل كان عارف ان التليفون ده مسروق، ويوسف في التحقيقات قال انه لما باع التليفون خد الفلوس اشترى بيها سجاير واشترى بيها شويه مخدرات. احنا بنتكلم عن طفل عنده 13 او 14 سنه. ولما اتفضح قدام محمد وعرف ان يوسف هو اللي سرق التليفون، ساعتها يوسف قعد يفكر ازاي هيخرج من المشكله دي، والمشكله الاكبر انه خاف ان محمد يروح يعمل فيه محضر، فيبدا يرسم الخطه ويرتب كل حاجه كويس. فيكلم محمد ويقول له ان تاني يوم بعد الدرس هياخده يوديه على البيت علشان يديله التليفون بتاعه. يعني راعي منتخب مصر، بتشجع المنتخب، انت بتشجع المنتخب ليه؟ يمكن عشان بعد الدرس هياخده يوديه على البيت علشان يديله التليفون بتاعه، وقال له كمان انه هيعزمه على الغدا وعلى حاجه حلوه، وده علشان بس يصالحه وما يزعلش منه. وتاني يوم فعلا بعد الدرس يتفقوا انهم هيتحركوا مع بعض على بيت يوسف علشان ياخد التليفون بتاعه، وفعلا يتحرك معاه ويروحوا على بيت يوسف. البيت كان فاضي لان والده مش موجود وشغال بره طول اليوم، وكل اللي كانوا موجودين اخواته الاثنين الصغيرين عمر ورقيه. واول ما محمد يدخل يوسف يلاحظ انه معاه تليفون تاني، وساعتها يعرف ان والده محمد اديته تليفون مؤقت يمشي بيه لحد ما يرجع التليفون بتاعه. وهنا يوسف يقول له طالما جالك تليفون تاني خلاص سامحني في التليفون اللي سرقته، وانه اصلا مش هينفع يرجعه له لانه باعه واشترى بالفلوس شويه حاجات. محمد ساعتها يتضايق جدا من اللي يوسف قاله وتبدا بينهم خناقه، بس الخناقه كانت عاديه جدا زي ما قال اخوات يوسف الصغيرين، بس لان يوسف جواه شيطان وكان مرتب كل حاجه وكان عارف هيعمل ايه، مسك الشاكوش بتاع والده اللي بيستخدمه في الشغل وضرب محمد مرتين على راسه لحد ما وقع على الارض. وساعتها اخواته دخلوا وشافوا ان يوسف بيضرب محمد وان محمد وقع، فطلب منهم ينزلوا الشارع ومالهمش دعوه بالقصه دي. وبعد ما نزلوا كمل ضرب فيه بالشاكوش لحد ما يتاكد انه مات. وساعتها دخل على تشات جي بي تي وساله يا ترى يتصرف ازاي قدامه جثه وعايز يقطعها او يشوف يعمل ايه، بس هنا تشات جي بي تي ما ردش عليه وما ادالوش اي معلومه. فيبدا يوسف يفتكر الالعاب اللي كان بيلعبها والمسلسل اللي كان بيتفرج عليه، وساعتها شاف ان الممثل اللي كان في المسلسل ده بيعمل ايه، بيجيب اكياس وبيجيب ستريتش وبيلبس جوانتي وبيقطع الجثه من اماكن معينه. فينزل بكل هدوء وبرود على الصيدليه اللي موجوده جنب البيت ويشتري جوانتيات، وبعدين يروح يشتري كلور ويشتري بخور ويطلع على الشقه تاني. ولما طلع كان مقرر انه هيتخلص من الجثه بالطريقه اللي هتعجبه. اول حاجه جاب قلم فلوماستر وقعد يرسم على الاماكن اللي هيقطع منها، وبعد كده جاب المنشار الكهربائي بتاع والده وقعد يقطع في الجثه بكل هدوء، لدرجه انه هو بيعمل كده واحده من الجيران خبطت عليهم كانت عايزه منهم حاجه. فلما يوسف فتح الباب وكان كله متغرق دم، البنت اتخضت وجريت وهو قفل الباب عادي جدا. البنت من الخضه ومن المنظر اللي شافته جريت وما اتكلمتش خالص. المهم يوسف دخل وقعد يقطع الاجزاء ويحطها في اكياس بلاستيك، وكل شويه ينزل يتخلص من اجزاء في اماكن مختلفه، منها في البيت المهجور ومنها في المصرف المائي ومنها ورا مركز تجاري معروف هناك. وما كانش فاضل من الجثه غير الساق اليمنى، فحطها تحت سرير اخته. الجريمه بكل تفاصيلها خدت من يوسف 7 ساعات، والسبع ساعات دي كان فيهم بيتصرف بكل هدوء. اخواته الاثنين الصغيرين لما طلعوا الشقه لاحظوا ان يوسف عمال ينظف فيها بطريقه غريبه، ده غير ان والده لما جه شم ريحه غريبه قوي موجوده في الشقه. فساعتها يوسف قال لهم ان الجزار اللي جنب البيت كان بيذبح عجل، ويوسف نزل وقف معاه علشان يساعده، وعلشان كده جسمه كان فيه بعض بقع الدم وان البيت كان شويه مش نظيف. ولما اخته تدخل الاوضه بتاعتها علشان تنام تحس ان الريحه زياده قوي، فتخرج بره وتقول لوالدها انها شامه ريحه مش حلوه، فيدخل جوه ويقعد يفتش في الاوضه لحد ما يلاقي باقي الاجزاء البشريه موجوده تحت السرير بتاع اخته. فيخرج والد يوسف جري من المنظر اللي شافه، وساعتها يوسف يعرف انهم خلاص عرفوا اللي هو عمله. ولما ابوه يفهم منه هو عمل ايه ساعتها يطلب منه ان هو يتصرف في حاجته بنفسه وانه ملوش دعوه بيه. يقوم يوسف الطفل الصغير يطلب من ابوه فلوس ويقول له ياخد اخواته الاثنين وينزل يقعدوا عند اي حد بعيد وهو هيتصرف وهيبعدهم تماما عن القضيه. احنا بنتكلم عن شيطان المفروض انه طفل عنده 14 سنه. وبعد ما يوسف خلص كل اعترافاته رجال الامن خدته على مسرح الجريمه علشان يعيد تمثيل الجريمه اللي عملها، بس المفاجاه انه كان بيتصرف بكل هدوء وكميه ثبات انفعالي مش طبيعيه. وهو بيعيد تمثيل الجريمه كان باين عليه انه ما عندوش اي ندم من اللي عمله. وطبعا بعد شويه بدا يغير اقواله وقال انه ما كانش قاصد يقتله، وان كل المشكله لما حصلت بينهم خناقه خرج عن شعوره وتصرف كده. بس كل المعلومات اكدت ان محمد الطفل الصغير مش بتاع خناق ولا بتاع مشاكل اصلا، يعني هو اصلا ما راحش ليوسف علشان يتخانق معاه. واصحاب يوسف في المدرسه بداوا يقولوا كلام صعب قوي، قالوا انه كان بيمشي ومعاه امواس، وانه كان بيمشي ومعاه اسلحه بيضاء، وانه كان احيانا بيهدد الناس انه هيعورهم
هيضرهم او هيعمل فيهم حاجه. ومن الحاجات الصعبه اللي ظهرت في التحقيقات ان الطب الشرعي بعد ما بدا يجمع اشلاء الجثه قال ان في جزء من الجثه مش موجود، فلما تم استدعاء محمد وسؤاله اكد لهم انه للاسف طبخ جزء منها وكله، والجزء الثاني لما ما عرفش يتخلص منه حطه تحت السرير بتاع اخته. وبعد شويه بدا يغير اقواله ويقول كلام تاني، وقال انه مش لوحده في الجريمه، وان والده كان عارف كل حاجه وساعده في التخلص من اجزاء الجثه وساعده في التستر عليه. فيتم القبض على والد محمد، واللي لما يوصل التحقيقات يقول لهم انه ما يعرفش اي حاجه عن اللي حصل، وانه كل اللي حصل انه كان في شغله ورجع بالليل وساعتها اكتشف ان ابنه عمل كده، بس طبيعي زي اي اب مش هينفع يروح يسلم ابنه. وتم كمان القبض على صاحب محل الموبايلات لانه اشترى من يوسف تليفون هو عارف انه مسروق. المشكله ان فريق الدفاع بتاع يوسف بيحاول يثبت بكل الطرق ان يوسف عنده مشاكل نفسيه، والمشكله الاكبر انه لسه سنه صغير، فولا هيتحكم عليه بالاعدام ولا هيتحكم عليه بالمؤبد، وده طبعا بناء على قانون الطفل. واذا كنا بننادي بتعديل قانون الطفل، فلما سالنا المتخصصين عرفنا ان الموضوع اكبر بكتير من فكره تعديل قانون جوه دوله، دي اتفاقيات دوليه كبيره وعدد كبير من الدول ماضيه على حقوق الاتفاقيات دي، فعلشان يتم تغيير قانون الطفل لازم يحصل تحرك دولي. يوسف الطفل الصغير استدرج محمد لحد البيت وارتكب جريمته وخد وقته تماما لحد ما قطعه ل6 اجزاء، وبعد كده نزل اتخلص من الاجزاء بكل هدوء في اماكن مختلفه. ولو جمعنا كل المعلومات اللي اتقالت في الحلقه دي هتحس فعلا انك قدام لغز لعبه بازل، وان في قطعه لو اتحطت الصوره هتكمل. يوسف ما ينفعش نقول عليه طفل ولا ينفع نقول عليه انه غلط غلطه وانه المفروض بعد كده يتعلم. اللي عمله يوسف ده فعلا مشروع سفاح في المستقبل، وانه في نفس الوقت واضح انه كان بيتدرب على حاجه كان عايز يعملها وكانت هتبقى ابشع من كده. ربنا يرحم الطفل محمد ويصبر والده ووالدته. وعايزين نفكر